مساء الخير، كيفكم؟ اليوم راح اوريكم ان شاء الله كيف نعمل كرات المكرونه المقليه بالاجبان زي اللي في تشيز فاكتوري. عشان نعمل هذه الوصفه طبعا في الاول راح نحتاج مكرونه هذا النوع الخواتم الصغيره. راح نحتاج كريمه طبخ وزبده وصلصه طماطم اي نوع تحبوه، ملح وفلفل اسود واوريجانو. حنحتاج كمان لرشه سكر. نحتاج كميه يعني سخية كده من الأجبان. هنا عندي نوعين شيدر وواحد موزاريلا، ممكن تحطوا بارميزان كمان. لتغليف المكرونة حنحتاج دقيق، بيض، خلط معاه حليب وملح وفلفل أسود، وفي الأخير بقسماط. هنا بسلق المكرونة بس بموية وملح عشان ما نحط لها زيت، عشان الصوص يمسك في المكرونة. وعبالي رح أعمل الصوص. الصوص كيف عملته، حطيت زبدة وعليها كريمة، كريمة طبخ، وبعدين حضيف كل الأجبان اللي قلت لكم عليها. في الصوص ما راح احط اي اضافات يعني ملح وكده، لانه الاجبان مالحة وانا حاطة في المكرونة ملح، فنحاول نوزن موضوع الملح شوي في الوصفة. خلاص دحين راح اصفي المكرونة بعد ما اخذت وقتها في السلق، اصفيها واضيفها على صوص الاجبان اللي انا عملته. بعد ما خلطت المكرونة مع الصوص، عندكم حاجة من الاثنين حسب وقتكم، اما نحطوها في الفريزر لو مستعجلين او في الثلاجة، الغرض انه تتماسك ونقدر نشكلها. طيب قلت نعمل البينك صوص عبال المكرونة ما تتماسك. هنا في القدر سخنت زبدة مع زيت زيتون، راح احط عليها 1 فص ثوم مطحون. حاولوا تراعوا انه الثوم مو مرة يتكشن وكده لحد ما يصفر، وعشان ما يدي طعم مر كده للصوص، لانه بس شوية يندمج مع الزبدة. حط الصلصة. هنا حطيت الصلصة على طول مع الثوم وخففتها بقليل موية. دحين راح احط السكر، او لا تستغربوا لازم نحط سكر. نحط سكر في صوصات المكرونات وكمان في صوص البيتزا، هذا سر من الاسرار اللي تعلمتها في الدولة الايطالية عشان يعادل حموضة الطماطم وكمان يبرز النكهة اكتر. دحين راح نحط البهارات، بس كيف نحط الاوريجانو لازم كده نفتفته بيدنا. بعد كده زودت كريمة الطبخ، فصار كده بينك صوص جاهز خلاص. قفل عليه. نرجع للمكرونة، دحين اتماسكت وحقدر اتفاهم معاها يعني، فحشكلها بملعقة الايس كريم اللي كور متساوية. بعد ما كورتها وخلصت غلفتها بالدقيق، وبعدين من الدقيق ححطها في البيض، وبعدين البقسماط اخر حاجة. هناخد كورة كورة نحطها في البيض، نشيلها نحطها في البقسماط. كده خلاص خلصت من تغليفها بالبيض والبقسماط. نرجع تاني مرة نرجعها في الفريزر او الثلاجة عشان بس ما تفرط معانا وقت القلي. بعد ما خرجتها من الفريزر دحين بقليها. بعد ما خلاص صار عندي المكرونة جاهزة، الكرات مقلية، الصوص جاهز، حشوف كيف دحين حطبقها في صحن التقديم. وبس زي كده خلصت. تقدروا انتوا تقدموها بالشكل اللي تحبوه، بس راح احط على الوجه كده شوية بارميزان مبشورة.